اهيانا يا غلب من الاسعار والدنيا اللي عماله بتولع ما بتنطفيش، وكل ده وبرضه ولادك ما بيرحموكيش. ماما عاوزين ماما عاوزين ماما عاوزين، مفيش بابا ابدا ما بتتقالش. وماما دي مش عارفه تعمل ايه ولا ايه. اخرتنا ان شاء الله الجنه ونعمها باذن الله. طلبوا مني اعمل لهم برجر فراخ، وطلبوا مني كمان صينيه بيتزا. طب ده منين يا جدعان؟ والدنيا ضايعه 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 ضايعه. انا بقى عشان مش عايزه ازعلهم وفي نفس الوقت اكون شاطره كده ومش اتعب جوزي او اكلفه فوق من طاقته، جبت صدر فرخ. صدر فرخه قدامكم اهو، ما جبتش غيره والله ما فيها الا هو. معاهم 3 بصلات وسط مش كبار قوي، ومعاهم 4 قرون من الفلفل الاخضر. اعمل سبايس اعمل عادي زي ما انتي حابه. واخدت هنا مج اللي هو الشاي بالظبط معيار فول صويا، حطيته كده في الحله او في اي حاجه عندك بوله، وتحط عليها كوبايه من الميه السخنه قوي، بس مش اللي بتغلي، سخنه قوي، لمده ساعه. تمام. تمام. هعمل ايه بقى؟ هقطع الصدر بتاعي واحطه في الكبه مع البصل مع الفلفل مع بهاراتك، اي بهارات عندك، مع فصين من الثوم او فص واحد من الثوم، وتضربي ده كله في بعضه. وتاخدي الفول الصويا بعد ما بتنقعيه شويه، بتاخديه تصفيه جامد قوي وبتحطيه على الفراخ بتاعتك. عملنا احلى شويه برجر. انا كان المفروض اصور لكم مرحله العجين اللي انا عجنتها، ولكن انا هقولها لكم بما يرضي الله انا عملتها ازاي. انا جبت الدقيق الموجود في البيت، عملت جبت بوله كده، حطيت فيها كوبايه كبيره او كوبايتين من الحليب الدافي بارد يعني، وفقشت في قلبهم بيضه وربيتهم قوي، وحطيت فيهم نقطة واحدة من الخل، نقطة واحدة ذرة خل كده صغيرة جدا. وحطيت على الدقيق باكو من معلقتين كبار من الخميرة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقتين من السكر، وربع معلقة من الملح. قلبت الدقيق بتاعي على الناشف، بعدين جبت اللبن اللي انا ضايفه عليه البيضه ونقطه الخل، وبعدين بدات اعجن وكملت بميه دافيه للعجين بتاعي. وبعدين جبت معلقتين قبل ما اختم العجين بتاعي، جبت معلقتين من السمنه او الزبده معليهم معلقتين من الزيت، وبدات كمان اعملهم بيهم. خلصت العجين بتاعي سبته يختمر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بما يرضي ربنا انا عملته كده. وبعدين بدات اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وسبته على الصينيه. انا هنا كان المفروض اوسع عن كده كمان عشان العجين ما يلزقش في بعضه قوي، دي غلطه خلي بالكم منها عشان ما تقعوش فيها زي ما انا وقعت فيها. البرجر بتاعي بعد ما طلعته من الكبه، انا عملت ايه بقى؟ شيلته حطه في الطبق وعينته في الفريزر لمده نص ساعه عشان انا كنت مستعجله. لو الدنيا معاكي وقت خديه شويه ساعه اتنين في التلاجة يرتاح شويه ويتماسك عشان تقدري تشكليه براحتك وما يبقاش ايه متهم. جبت اكياس التلاجة وانا قاعده كده، بعد ما شربت كوبايه الشاي قلت بقى اسلي في كاس التلاجة وقطعيها بتاعتك. انا المكبس ده اشتريته من مصروف البيت من فتره طويله جدا، وعنته مش عندك ومش عارفه تشتريه، اي غطيان بلاستيك عندك هتمشي الحال وهتقضي. واعملي برضو السمك اللي انت حباه. انا هنا علشان اوفر معايا كميه من الصدر ده عملت 20 قطعه برجر من صدر واحد فراخ، اقل من نص كيلو على فكره. تمام. عملت ايه بقى؟ انا بدات ان انا ما اخليهوش سميك قوي، يعني انا اخليه سمكه رفيع رفيع على يديني كميه كبيره، وفي نفس الوقت يكون معايا على الجريل مستوي وما يكونش حاسه ان هو فيه مثلا ني او ما استواش قوي. كبست البرجر بتاعي بكيس التلاجة اللي انا مقطعاه وبدات احطها بالشكل ده. بعد ما اخلص هعمل ايه؟ هعينه في التلاجة شوية برضو يتماسك شوية كده، وامسك بقى الجريل بتاعي. ما عنديش جريل يبقى اي طاسة عندك تيفال، تدهنيها برشة واحدة مسحة كده من الزيت وتسخن معاكي تمام وتبدأي تشتغلي معاها. نصلي على سيدنا النبي عشان بقالنا كتير قوي ما صليناش على سيدنا النبي من اول ما بدأنا الفيديو. صلى على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعمل ايه في الدنيا اللي عماله تولع نار؟ نموت العيال من الجوع؟ والله ابدا حرام. العجينة اللي انا عملتها دي عملت منها العيش الكايزر، وكمان طلعت منها بيتزا لولادي، والاتنين كانوا اجمل واحسن من بعض في الطعم وفي الريحة وفي كل حاجة. والله العظيم البيتزا كانت اروع والاروع من كده. اكلة ب1000 جنيه لو كانها بره في مطعم. البرجر بالكمية اللي انا عملتها، انا عملت اكتر من 20 رغيف برجر، وكمان عملت بيتزاية حجم كبير مش حجم صغير. اكتر من 1000 جنيه. الاكل ده هتكلفني بره في اي مطعم انا وولادي، مع بقى شويه بيبسي مع شويه شيبسي مع شويه مش عارفه ايه، والدنيا تحتاس كده حواليكي وتغلي في نفسك. انا الاكله دي ما كلفتنيش اكتر من 100 جنيه.
اكتر من 100 جنيه صدر الفرخه، او اصلا كانت فرخه عندي وبحب اشيل منه ربع يعني في الفريزر كده، بيفك في وقت زنقه. واحنا طبعا زنقاتنا كترت اول فتره دي، خلي بالكم، يبقى احنا لازم نعمل حسابنا. شايفين الخمر ده عامل ازاي؟ كان المفروض الصينيه ما تبقاش يعني لازقه او بعضها، اوسع بينهم اكتر من كده علشان ما ياخدوش من بعض. جبت بضايه عليها رشه بهارات صغيره جدا، وبدات حاجه صغيره جدا وربيتها كويس قوي ودهنت وشها. انت مش عايزه تدهني بيض ما تدهنيش بيض، دي حاجه ترجع لك، بس انا بحب احطه. دي كانت بيضه بلدي. شفتوا الجنيه؟ شفتوا الجنيه اللي كان باقي من ال 100 جنيه على البتا والله، وانا بتفاجئت وقت قدامي على الكاميرا. بعد ما دهنت عندي شويه سمسم، عندك حبه البركه، مش ما عندكيش مش مشكله برضه. انا كان عندي السمسم في التلاجة وهو مش متحمص، قلت هو كده كده هيتحمص في الفرن. تمام. وبدات احطه في الفرن بعد ما اختمر بالشكل ده، دهنت وشه بالبيض. وده الصينيه التانية. بألف هنا وشفا على قلبهم. خليكي كده مبدعة، وخليكي كده ست الستات في البيت. شفتوا الجرل بتاعي انا عملته اهو، وادي صواني البيتزا انا عملتها، وكمان طلعت العيش من الفرن جميل جدا وهش جدا زي القطن من جوه وتحفه وريحته حلوه جدا. وكمان حاجه انا اللي عاملاها بايدي، نخله دقيق وحاطه فيه بضايه، حاطه فيه شويه لبن، مكتمل في الماده الغذائيه بتاعته، شيء انت اللي عاجناه بايدك وعارفه الحاجه النظيفه قد ايه. وكمان ما كلفتش نفسي. شوف الرغيف ده بره انت هتشتريه بكام؟ شايفين؟ انا كنت مثلا طالعه من الفرن وماسكه التليفون في بايدي، فمش عارفه اصوره كويس يعني. شايفين شكل العيش؟ شكله حلو جدا. الجريل هنا ما بين كل طبقه وطبقه بقيت امسحه بالراحه بالبتاع اللي في ايدي ديت، وادهنه بفرشه من مسحه كده من الزيت علشان ما يلزقش معايا، لان الفراخ هنا عندي ما فيهاش اي دهون. خدوا بالكم من المعلومه دي، الفراخ هنا عندي ما فيهاش اي دهون. شفتوا السمك اللي انا عاملاه ده حسيته انه هيناسبني عشان يدي معايا كميه. انت ممكن تخليه اسمك من كده، تخليه براحتك، يعني كل شيء براحتك. احنا بناخد الافكار وبنبني عليها على حياتنا. انا مش عايزه اكلف بيتي ولا عايزه اكلف جوزي واكل ولادي حاجه انا ضمناها وحباها، وفي نفس الوقت تغذي ولادي وانا واثقه في نظافتها وفي الحاجه اللي انا عاملاها بايدي. شايفين؟ ما شاء الله والله العظيم البيت كانت ريحته مقلوبه كاني قاعده في مطعم، قاعده في مطعم بالظبط. وبعد كل ده الراجل يجي يقول لك ايه؟ مشي على قدك، مشي على قد، مش عارفه على قدك اللي هو ايه بالظبط، بس احنا لازم نمشي على قدنا. بالصدر فرخه انا عيناه بعين دايما ربع كده للطوارئ. ممكن اعمله في صينيه مكرونه، ممكن اعمله كفته فراخ، وممكن اعمله زي ما انتم شايفينه كده. المهم ان انا مش هيخسر معايا، بالعكس ده هو هينفعني وهيكون موفر كمان معايا في اكله تانية. دبري ووفري وخليكي ناصحه وشاطره. شايفين البيتزا كمان؟ وجبت كمان كيس شيبس صغير كده عشان بصراحه ما كنتش قادره اقف احمر لهم كمان بطاطس. وبعدين حطيت الاكل على الترابيزه، وبالف هنا وشفا على قلبه. كان نفسي الفيديو ده يجيب لايكات كتير قوي، بس هما بيقولوا ان محتوى الطبخ ما عادش بيجيب قد كده، ولكن انا بحاول اجتهد على قد ما اعمل اللي عليا والباقي على